وكما سيكون. هكذا هي الصور من هذه المدينة التي غالبا ما تكون الفرجة في المدرجات، وناديها وفريق الأزرق فارس البوغاز الذي ظل ويظل دائما حاضرا بقوة. شوف العائلات الكل حاضر هنا، مدينة يلتحم فيها الجميع. قلت عيد، لماذا عيد؟ لأن يعني أغلب البيوت الكل يحتاج إلى الملعب لمساندة ناديه. أكبر ممول، أكبر مساند، أكبر يعني من يقف مع ناديه هذا الجمهور اليوم مع فريق اسمه اتحاد طنجة. نتمنى أن تعمم هذه الصور وأن تكون في كل الربوع. دورينا يسوق بأحسن منتوج وبأحسن طريقة. جماهير مغربية هكذا هي حاضرة في المدرجات تساند إلى آخر رمق، إلى صافرة الحكم. وهذه الصورة من المدرجات، وخلفها صورة لمدينة جميلة الزرقاء الطنجاوية التي تحتضن أطوار هذه المباراة. هكذا هي الجماهير متراصة حاضرة في المدرجات لمتابعة عشق كرة القدم، لمتابعة حب كرة القدم، لمتابعة لقاء مثير في كرة القدم. يحضرون، يساندون، يواكبون، والدخول الرسمي للجميع، للاعبين، للحكام، قصد انطلاقة مباراة اليوم. بروتوكول الرسمي الخاص. مشاهدينا صور تأتيكم من هنا من مدينة طنجة. الأزرق الطنجاوي في مواجهة الأخضر القنيطري، فارس البوغاز ضد فارس أبو. هكذا هي الأسماء، هكذا هي الشعارات. والانطلاقة بعد لحظات، انطلاقة مباراة اتحاد طنجة نادي القنيطري. تغنوا بالشعارات، حضروا بالمئات، يتابعون ويواكبون من المدرجات جماهير طنجاوية واخرى قنيطرية في جولة قصيرة هنا بمدينة طنجة، متآخين جنبا الى جنب، يمشون في شوارع هي شوارع رئيسية لمدينة طنجة. احلى صورة صراحة تابعناها وشاهدناها في تلك النقطة وفي ذلك المكان. والان مع النشيد الوطني المغربي. بشعار الله الوطن الملك. صراحة تعليق مدينة طنجة أكيد أنه يختلف كثيرا على التعليق في العديد من الملاعب الأخرى بالدوري الوطني المغربي. يمكن نقول بأنه حتى الحضور الكبير ديال الجماهير مهم جدا. متابعة، مواكبة، طبعا دور بصورة جيدة ورغبة في إمتاع هذه الجماهير التي حضرت بالالاف من أجل معاينة ومتابعة هذه المقابلة ومتابعة هذا العرس الكروي الكبير. طبعا نمشي التشكيلة الخاصة بناديين معا، وبعد ذلك سنعرج لفصول هذه المقابلة. اكيد اننا ننطلق بفريق النادي القنيطري اللي داخل هذه المواجهه بكل من علاء المسكيني، محمد الشيبي، سعد القرو، منصور بالجي، يوسف الترابي، رشيد برواس، القعداوي ايوب، ازروت توفيق، المسكيني عادل، الشيحاني محمد، والسيسي منوف. هدف التشكيل الاساسي لنادي اسمه الكاك النادي الرياضي القنيطري. بالنسبه لفريق اتحاد طنجة فيدخل بالاسماء الرسميه الاتيه: عبد الصمد معيش، بوخريس عبد الفتاح، احمد حمودان، ايوب الخارقي، بدر كشاني، احمد محمدين في حراسه المرمى، طبعا بكر الهلالي، جمال ايت المعلم. دون الناس التريو الثلاثي طبعا نادي بولاكي عافي، وايضا يوسف سكور وزكريا الملحاوي. لحظات وسنعيش غمار تفاصيل هذه المقابلة التي سيقودها الحكم محمد العلام على الصورة. مقابلة ممتعة نتمناها الجمهور الكريم المواكب لتفاصيل المباراة. يعني اكيد انها
هامة جدا بالنسبة لفريق اتحاد طنجة. لماذا؟ لأن فريق اتحاد طنجة يصبو لتحقيق نتيجة إيجابية على مستوى سبورة ترتيب الدوري الوطني المغربي، يصبو لتحقيق الأداء المميز. نذكر بأنه الحد الساعة رجاء رياضي 41 نقطة، الفتح الرباطي 42 نقطة، الوداد الرياضي 41 نقطة، اتحاد طنجة 40 نقطة. في حالة الانتصار في هذه المباراة من جانب فريق اتحاد طنجة 43 يرتقي إلى صدارة الدوري الوطني المغربي، وكله في المؤقت لحد الساعة، في انتظار ما هو رسمي، في انتظار ما هو مؤكد. بالنسبة لفريق النادي القنيطري الذي يقوده هذا المدرب سمير يعيش، فالأكيد أنه يتواجد في الصف التاسع بالدوري الوطني 34 نقطة، ضمن البقاء بشكل رسمي في الدوري الوطني المغربي. قلت أولمبيك خريبكا بانتصاره على فريق شباب ريف الحسيمي يكون قد حقق 25 نقطة، وأدخل فريق الكوكب الرياضي مراكشي إلى مرحلة الشك، بالإضافة لأولمبيك السفيل اللي عنده 26 نقطة، والدفاع الحسن الجديد اللي عنده 27 نقطة. نزيد أيضا مولودية وجدة اللي عنده 28 نقطة. هي مراحل من مراحل الشك اللي بدأوا يعانيوا من خلالها مجموعة من الأندية الأخرى. نتيجة أولمبيك خريبكا غيرت الكثير في أسفل ترتيب الدوري الوطني المغربي، دون أن ننسى المغرب الرياضي الفاسي اللي عنده 24 نقطة في المركز رقم 16. صعيبة فاس، المدينة العريقة، المدينة التي أنجبت لاعبين كبار، المدينة اللي كانوا عندها جوج ديال الأندية في القسم الوطني الأول، الوداد فاس والمغرب الفاسي، نوجدوها الآن تعاني وكأنها تسير لتفقد ثاني فريق لها يمثل هذه المدينة الكبيرة بتاريخها كما قلت وبعراقتها وبحضورها الكبير في العديد من المباريات. انطلقت المباراة ب 15 ثانية، كرة ملعوبة من جانب عناصر فريق نادي اتحاد طنجة. بكر الهلالي حاول يمر على مستوى خط الوسط، يرجع كرته الجهة اليسرى. هذه البداية مازال في انطلاقة عرس كروي كبير، في انطلاقة متعة كرة القدم القوية التي يطمح من خلالها الكل في هذه المواجهة المهمة بين فريق اتحاد طنجة والنادي القنيطري. شخصيا نتمنى نستمتع بمباراة قوية فيها الاهداف، فيها الفرجة، فيها المهارة، فيها المراوغات، فيها الاهداف. الجمهور يستمتع معنا في المباراة احسن اننا نشاهد مباراة مقفلة، مباراة ما فيهاش اهداف، ما فيهاش يعني حتى المحاولات، وبالتالي العقم التهديفي يخيم على اطوارها طوال 90 دقيقة. كرة ملعوبة امامية، نشاهدوا هذه اللقطة في اخر المطاف رجعت من جديد في اتجاه التماس. محاولات طنجاوية مع انطلاقة هذه المباراة، محاولات طنجاوية مع انطلاقة هذه المباراة، وجمهور طنجة غير اليوم أشيد بجماهير النادي القنيطري التي قطعت المسافة لحضور إلى هنا لمدينة طنجة لمساندة الأخضر القنيطري. حضور محترم لمجموعة من عناصر فريق النادي القنيطري الذين أتوا بالآلاف لمساندة فريقهم، والأكيد الحضور في هذا الملعب الجميل. كرة ملعوبة أمامية، فرصة الدخول داخل منطقة الجزاء، محاولة إلى خارج أرضية الملعب. هذه البداية دقيقة 33. أحمد حمودان هذا نجم النجوم فريق اسمه اتحاد طنجة، من اللاعبين المميزين بمراوغاته وبحضوره وبطريقة لعبه في العديد من المباريات، غالبا ما كان يخلق الفرق. كرة في الزاوية عن بكر الهلالي، يرفع كورته داخل منطقة الجزاء، مشات للجهة اليسرى الخليقي، إمكانية، فرصة العارضة تقول لا. هذه البداية في مباراة اليوم، الدقيقة الثانية، القائم الأيسر يحول دون دخول الكرة للشباك، هجمة مرتدة مضادة قنيطرية، مشت من الجهة اليسرى، محاولة للانطلاق ولكن في آخر مطاف بكر الهلالي في مكان مناسب. التغطية موجودة، توفيق يسرط الكفة أيضا بإمكانية الانطلاق من الجهة اليسرى. هذا أحمد حمودان، يمشي حمودان أمامه مجموعة من اللاعبين، وسط المرور، فرصة بأي طريقة يمر على محمد الشيحاني بالقنطرة الصغيرة. احمد حمودان شوف هنا الكنترول، ينزل كورته، مشى بالكره من خلال هذه الكره راهو غشيبي، وبعد ذلك يمر يحافظ بكورته، والقنطره لا ما كانش القنطره في الوهله الاولى، هذه اللي فيها الشيحاني، واكيد انها محاوله مهمه. عندنا القائم الايسر ينوب عن الحارس في هذه اللقطه التي كان بالامكان بدر كشاني ان يزور الشباك ويكون الهدف الاول في المباراه. 0 مقابل 0، 3 دقائق على انطلاقة اللقاء، ومحاولة من جانب فريق اتحاد طنجة كيضغطوا مع بداية اللقاء، يبحثون لتسجيل الهدف الأول. بكر الهلالي تمريرة، فرصة الآن ملعوبة على مستوى منطقة الجزاء، وفي آخر المطاف إلى خارج أرضية الملعب، ملعوبة لصالح عناصر فريق النادي القنيطري. مقابلة ليست بالسهلة كما قلت. 37
نتحدث عن مستوى السلم الترتيبي. النادي القنيطري لحد الساعه يعني 10 ديال الانتصارات، 4 ديال التعادلات و11 هزيمه. 11 هزيمه كتخلي النادي القنيطري يكون ثالث فريق مغربي في الدوري الوطني المغربي لحد الساعه، يتلقى عدد كبير من الهزائم. اولمبيك خريب تلقى 13 هزيمه، وفريق طبعا اللي هو شباب ريف حسيمي 12 هزيمه، وبالتالي فريق النادي القنيطري ياتي في الصف الثالث ب 11 هزيمه، مصحوبه بمولوديه وجده، باولمبيك اسفي، بالكوكب الرياضي المراكشي. طبعا هذو فرق عندهم 11 الهزيمه في الدوري الوطني المغربي. كره ملعوبه اماميه، فرصه، امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء ولم تقدم اي جديد. محاولات مع انطلاقة هذه المقابلة، المحاولات منذ البداية والبحث الكبير لتسجيل الأهداف. فهل تأتي الأهداف في هذا اللقاء الذي نتمنى أن لا يكون عقيما والذي تتقاطر من خلاله الجماهير؟ يعني من زاوية أخرى أحفور يبحث عن الزوايا الجيدة لإمتاع الجمهور الكريم ويعطينا ما قدمه لاعب اسمه أحمد حمودان في هذه المباراة بطريقة ممتازة. يعني المرور في اللاعب الأول واللاعب الثاني ثم الثالث بالقطرة الصغيرة، وبالتالي ما كانش حل إلا إسقاط أحمد حمودان. كرة رجعت من جديد طنجاوية من الجهة اليمنى، محاولة المرور، فرصة 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 فرصة. الحكم يقول هنالك مخالفة مع إسقاط لاعب فريق اتحاد طنجة. حدثونا على عبد الصمد معيش اللي حاول ينطلق من الجهة اليمنى بشكل جيد. شادو محاولة المرور ولكن كان هنالك خطأ بالفعل، مرتكب الخطأ ويوسف الترابي بشكل واضح في اللقطة الماضية. إذا محاولة من جديد من جانب فريق اتحاد طنجة الذي يبقى دائما صاحب الخطورة لحد الساعة بعد مرور 5 دقائق بعد ارتطام الكرة بالقائم الأيسر للحارس، وبالتالي كان بالإمكان أن نشاهد الهدف الأول في هذا اللقاء. ضربة خطأ بكر الهلالي، كرات الثابتة بإمكانها تحمل جديد، التمرير داخل منطقة الجزاء والتصويب المباشر، أغلب الظن تمريرها داخل منطقة الجزاء وتايي لآخر لاعب بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك، ومو سيسي مومو بإمكانه التصويب أو حضور من حضور اللاعب جايير فيلوفاني. غادي نتابعوا كرة تلعب داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة، فرصة من جديد، تحضير الدخول، تصويبة ممتازة وتغطية من جانب الدفاع. رجعات من جديد طنجاوية يضغطون ابناء مدينة طنجة، دخول من جديد ولكن في اخر مطاف مشات كرة للجهة اليسرى، الضغط مستمر ودخول داخل منطقة الجزاء ولكن هنالك تغطية تشطيب وابعاد الخطورة من مومو سيسي، يبعد كورته مشات مباشرة في اتجاه التماس، حاول انه يدارك الامر سيسي ويبعد الخطورة بشكل مميز. اللاعب الذي يشغل صخرة الدفاع فريق النادي القنيطري القادم من السنغال. كرة مباشرة في الزاوية لعبات بهذه الطريقة من جديد داخل منطقة الجزاء، فرصة ممتازة والحارس في المكان المناسب، حارس في المكان المناسب. محاولات الدقائق الأولى أكيد أنها مهمة، ونذكر بأنه آخر مواجهة بين الطرفين انتهت بالصفر مقابل صفر، لعبت بملعب أبي بكر عمار بمدينة سلا، كانت نتيجة سلبية في غياب الأهداف اللي كان بإمكانها أنها تقدم نكهة خاصة وتقدم أيضا حضور مميز من الفريقين معا، ولكن هذه مقابلة الإياب وبالتالي نتمنى أن نشاهدوا فيها الأهداف بشكل كبير. نذكر أيضا الجمهور الكريم على أنه آخر لقاء يعني لعب هنا بمدينة طنجة يعود بين سنة 2004 لسنوات خلات، حينما كان فريق اتحاد طنجة يمارس ضمن القسم الوطني الأول الدوري الوطني المغربي الممتاز آنذاك، وبالتالي سنوات طوال بين آخر مشاركة هنا بطنجة وبين اللقاء اللي كنشاهدوا الآن. كرة ملعوبة أمامية، فرصة إمكانية التمرير والبحث عن الكرات على مستوى الخط الأمامي خارقي، كرة ملعوبة بشكل ممتاز ولكن هنالك تغطية من جانب الدفاع، تلعبات في آخر مطاف إلى حارس المرمى مسكين. متابعة ومواكبة وحضور مهم جدا من طرف العديد من الجماهير اليوم صراحة، إحساس خاص هنا بالملعب، ملعب طنجة الكبير. تحضير بالراس، رجعت كرة من جديد لصالح عناصر فريق النادي الطنجاوي. تماس، أكيد أن المباريات الأخيرة للفريقين معا يشوب طموح ورغبة تحقيق الانتصار والظهور بصورة جيدة
فريق اتحاد طنجة. احنا نتابعوا هذه المحاولة، كرة أمامية مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. قلت فريق اتحاد طنجة الذي انطلق هذا الموسم بانتصار مهم على حساب المغرب الرياضي الفاسي قبل ان يذوق اول هزيمه على حساب شباب الريف الحسيمي، ثم بعد ذلك اول تعادل كان امام المغرب اتلتيكو تطوان في ديربي الشمال او كلاسيكو الشمال كما يحب جماهير الشمال تسميته. بعد ذلك يمكن نقول العديد من المباريات كانت قويه ومثيره، اخر المقابله 3-1 على حساب حسن التقدير في مباراه من المباريات الممتعه التي لعبت هنا قادها الحكم. طبعا الذاكره داد نذكر بانه هذه المواجهه تاتي قبل استقبال الكوكب الرياضي المراكشي الذي يعاني على مستوى اسفل الترتيب، وتاتي بعد ذلك القمه المهمه امام الفتح الرياضي الرباط. نستمع مشاهدينا لما يدور في مدرجات ملعب طنجة الكبير، اهازيج لا تنقطع بالبتة. طبعا هي لحظات مهمة جدا في مباراة اليوم، والعديد من الجماهير تحاول ان تعطي حماس كبير يدب في نفوس اللاعبين على مستوى رقعة الملعب. كرة ملعوبة من جديد، تحضير الان من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة، الاعتماد على مهارات عبد الفتاح بوخريس من الجهة اليسرى. خالقي سيكور، يوسف سيكور، خالقي او بوخريس، هذا تغيير الجهه اليسرى. شاهدوا اللاعبين فريق اتحاد طنجة كيفاش انهم لاعبين بهدوء تام في عناصر فريق النادي القنيطري راجعين للخلف. كاين نوعا ما انكماش دفاعي من جانب عناصر فريق النادي القنيطري. كرة أمامية ملعوبة بهذه الطريقة، فرصة ولكن هنالك تقية. يوسف ترابي رجعت الكرة في آخر مطاف صوب التماس. محاولات عديدة يجب أن تستثمر بشكل مناسب. كرة ملعوبة رجعت لصالح عناصر فريق النادي القنيطري. يوسف ترابي، تحضير الجهة اليسرى، فرصة من جديد. أحمد حمودان ينطلق، حمودان يمر اللاعب الأول اللاعب الثاني ما يتمكنش من كورته بشكل مناسب، يجي في آخر مطاف جي فيلوفاني يخرج الكرة مباشرة أو يتبع الكرة إلى التماس. تدخل سيسيكا في محله، كرة داخل منطقة الجزاء راسية، رشات من جديد للجهة اليسرى في اتجاه بدر كشاني يوصل الكرة في آخر مطاف. يقول الحكم ضربة خطأ لصالح فريق النادي القنيطري. إيقاع المقابلة نتمنوا انه يرتفع، ايقاع المقابله نتمنوا انه يكون حاضر القوه، ايقاع المقابله نتمنوا انه يكون يخدم مصلحه الناديين معا، فريقين معا في هذه المواجهه، لانه فعلا نريد ان نتابع مباراه يعني تغيب عنها او يغيب عنها العقم التهديف. كره لصالح عناصر فريق اتحاد طنجة. خالقي اتجاه بوخريس، فتاح بوخريس حافظ على كورته اماميه. بدر كشاني تغيير كلي، جهه اليسرى جمالية المعلم التمريره، ولكن في اخر المطاف كاين تدخل دفاعي. رجعت من جديد قنيطريه. بكر الهلالي حاول يمر، حافظ على كورته. بكر الهلالي حافظ على كورته، محاوله ممتازه، يرجع كره الخلف بطريقه ممتازه بالكعب. شاهدوا لاعبين ديال فريق اتحاد طنجة في الوقت اللي كيشاهدوا نفسهم محاصرين كيرجعوا الكره للخلف بشكل جيد. كره اماميه ولكن مباشره صوب الحارس. هذه المباراه اللي بامكانها ان تحمل جديد، هل بامكانها ان تحمل الجديد وان يكون الامتاع والتشويق حاضر الى اخر رمق. اكيد انه اسفل ترتيب الدوري الوطني المغربي هنالك مباريات يمكن نقول بانها مباريات سد، مباريات مهمه جدا للمغرب الفاسي ولا اولمبيك خريبي ولا الكوكب مراكشي ولا اولمبيك اسفي، مولوديه واجده، حتى الدفاع الحسن الجليلي يمكن نقول بانها كلها مباريات صعبه جدا. كره ملعوبه الان جل يمنى، فرصه
من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. بوخريس يبحث عن التمرير داخل منطقة الجزاء، هل بإمكانه ذلك؟ لا، يرجع كرة للخلف. جمال أيت المعلم، كرة أمامية. أحمد حمودان مشى بالكرة ديالو من الجهة اليسرى، ضاعت، رجعت من جديد للنادي القنيطري لرشيد بروس. تمريرة ممتازة، هجمة من جانب فريق النادي القنيطري وخروج الحارس أحمد محمدين لتأمين المنطقة الدفاعية. كرة أمامية، ينزل بشكل ممتاز، الاعتماد على مهارات يوسف سيكور يغير كليا في اتجاه الخليقي نزل كورته، يبحث عن كرة في الخط الأمامي ويختار كرة أمامية في اتجاه هيرفي لوفاني، لكن كورته مشات في الخط الأمامي مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. – 14 دقيقة على بداية هذه المواجهة، النتيجة المسجلة لحد ساعة 0-0. تحضير براس، رجعت من جديد من لوفاني، سيكور ضاعت له كرة، مسكيني كان خطأ على مستوى التمرير، واضحة الكرة، رجعت في آخر مطاف لصالح الحارس أحمد محمدين. كرة الآن من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. باكر الهلالي، هذه كرة ملعوبة الآن، خالقي أمامية في غياب المتابعة مباشرة صوب الحارس. إذا مشاهدينا الكرام لحد ساعة نعيش نتيجة 0-0 بين الطرفين، وأكيد أننا نتوق لمشاهدة الأهداف في هذا اللقاء. ممتعة جدا، مباراة من مباريات الدوري الوطني المغربي هنا بمدينة طنجة، ولكن نص ورقة ملعب المفروض أنه يكون أهداف، المفروض أن تكون هنالك متعة خاصة. إذا مشاهدينا الكرام لا بأس أن نقوم بإطلالها خاصة بالنتائج المسجلة حد ساعة في الدوري الوطني المغربي. اكيد انه هذه المقابله تاتي بعد مباراه الدفاع الحسني الجديد الذي تمكن من الانتصار على حساب فريق المغرب الرياضي فاسي بجوج الاهداف مقابل هدف واحد. زكريا حدراف واشرف بن شرقي اللي كيتمكنوا من تسجيل اهدافهم السادسه في الدوري الوطني المغربي، ولكن يمكن نقول بان الدفاع الحسني الجديدي سيتنافس الصعداء بهذا الانتصار الذي ياتي بعد الانتصار على حساب فريق الرجاء الرياضي. بالنسبه لفريق اولمبيك خريبكا ولكن انه انتصاره امام شباب ريف الحسين هو اخر انتعاش خاصه. ابراهيم باكايوكو يطمح بكل تاكيد لتحقيق او قدم 3 نقاط ثمينه جدا. نتبع الكره، فرصه داخل منطقه الجزاء، محاوله ولكن في اخر المطاف الى خارج ارضيه الملعب. نهضة بركان الرجاء الرياضي في صراع كان مستمرا ومتواصلا ونتيجة 1-1. أكيد أنها انهت المباراة بتعادل في مباراة من مباريات الجولة رقم 26 التي انطلقت بمباراة الجيش الملكي والمغرب اتلتيكو تطوان في 5 أهداف مقابل هدفين. مقابلة جد ممتعة صراحة. الجيش الملكي حقق الأهم ب5 أهداف كاملة، والجيش الملكي رفقة عبد الملك العزيز غير الجيش الملكي اللي شاهدناه رفقة جوزي روماو والاطار الوطني اكيد حينما تمنح له الفرصه، والاكيد انه يقدم كل ما عنده. تبعد الكره، فرصه ملعوبه راسيه، كان بامكاننا نشاهد 1-0 من جديد. محاوله فرصه داخل منطقه الجزاء ملعوبه بهذه الطريقه الفنيه التكتيك ثم البحث عن التصويب المباشر في اي لحظه. كره من جديد طنجاويه للجهه اليسرى، محاوله المرور في اخر مطاف قنيطريه. هذه بدايه مهمه ممتعه في مقابله البحث من خلالها على النتيجه، نتيجه الانتصار. تمريره مشات بهذه الطريقه الى خارج ارضيه الملعب، لا ما غادراتش، باقى كره لفريق النادي القنيطري. لحظه من لحظات الضغط القوي على فريق النادي القنيطري. كره من جديد هذه المره لاحمد محمدين، ما يخليوش الفرصه ربما حتى الاعاده. وشاهدوا معي طريقه التعامل لانه الكره كتمشي بسرعه للمرمى ديال فريق النادي القنيطري. تحضير الان من جانب بكر الهلالي،
بكر الهلالي يرجع كورته اتجاه بوخريس، يهيئون لبداية هجمة، يهيئون لبداية انطلاقة مهمة على مستوى الخط الأمامي. كرة ملعوبة الآن لصالح فريق نادي اتحاد طنجة. تحضير الآن خالقي، محاولة هيرفي لوفاني، كرة من الجهة اليمنى الآن هلالي. هيرفي لوفاني يرفع كورته بهذه الطريقة، ملعوبة في الخط الأمامي إلى خارج أرضية الملعب. ما قدمتش شديد. معترك فريق النادي القنيطري عاش يعني لحظة حرجة جدا حينما تلقى حملة هجومية منسقة كان بإمكانها أن تكون في الشباك. وبوخريس على الصورة، احنا نتابعوا الإعادة، الزاوية جات بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ولكن التغطية شاهدوا معايا في العارضة الأفقية. العارضة الأفقية نابت على الحارس في اللحظة اللي كان بالإمكان أنه يكون هدف آخر في هذه المقابلة. إذا جوج ديال الكرات، واحدة في القائم الأيسر والثانية في العارضة الأفقية، والنادي الطنجاوي يبدو أنه الأخطر أمام النادي القنيطري الذي يبحث لتسجيل الهدف. ربما يكون هنالك بكل تأكيد حضور قوي من جانب النادي القنيطري أمام هذا الكم الكبير من المحاولات التي تضيع بهذه الطريقة. سقوط يوسف الترابي داخل منطقة الجزاء. نتمنوا انه ما تكونش احتكاكات بشكل كبير. يوسف الترابي اللي شاهدنا منذ لحظات 27 سنه، لعب في الوداد الرياضي، يلعب في الجيش الملكي، اولمبيك السفي، لعب ايضا في النادي القنيطري، واكيد انه عاد فريقه. احنا كنتابعوا هذه المحاوله ملعوبه في الخط الامامي، محاوله من بدر كشاني، كشاني يقوم بالتمرير، فرصه ممتازه طنجاويه، محاوله ممتازه، فرصه ارسال غرابة بهذه الطريقة، تضيع كرة ممتازة. احمد حمودان النجم الكبير للنادي اتحاد طنجة، طريقة ممتازة. شوف دخول داخل منطقة الجزاء بواحد الطريقة جميلة. الشيبي ثم التصويبة بالرجل اليسرى إلى خارج أرضية الملعب. يعني يمكن نقول بأنه جماهير فريق النادي القنيطري، جماهير أحياء مدينة قنيطر اللي يتابعوا الآن هذا اللقاء في المقاهي والبيوت، كلهم قالوا مرات بشكل خطير كان بإمكانها تكون الهدف الأول. واكيد أن جماهير فريق النادي الطنجاوي يضيعون ويتحسرون على هذه اللقطة اللي كان بإمكانها أنها تقدم 1-0. مقابلة ممتعة صراحة هنا بمدينة طنجة. كرة مباشرة لعناصر فريق اتحاد طنجة. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، تحضير دائما مستمر من جانب يوسف سيكور. الفرص عديدة والرغبة شامحة لوضع الكرة في الشباك، واتحاد طنجة الاخطر حتى الساعة. كرة في التماس من جانب عناصر فريق النادي القنيطري، كرة في التماس ويسعى لتنفيذ هذا التماس سعد القرو. تحضير رجعت من جديد القنيطرية، محاولة للمرور، محاولات أكيد أنها يمكن نقول بأنها مستمرة. مقابلة ممتعة لحد ساعة بعد مرور 22 دقيقة، نقولوا 23 دقيقة تجاوزا. هنالك محاولات شادة للتهديف ورغبة لوضع الكرة في الشباك. كرة في التماس، ينفذ التماس من سعد القرو أمامية، ما خرجتش. تغطية أيضا كانت من أيوب القعداوي، شاهدناش كثير أيوب القعداوي في هذه المقابلة. أحمد حمودان،
راسيه مشات كره اماميه جماليه المعلم امامه حضور توفيق شروتن الرجاوي السابق والوداد السابق وجها لوجه. بوخريس تصفيقات الجماهير مستمره. احمد محمدين يواكب هذه المحاوله. رجعت الكره من الخالقي خالقي كره لبكر الهلالي. سيكور بوخريس جمالية المعلم يرجع كورته لسيكور. سيكور يعطي كرة لبكر الهلالي. شوف طريقة اللعب، شوف طريقة صناعة الحملة الهجومية من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. سجل معايا واحسب عدد المحاولات، عدد اللمسات الطنجاوية. وصلنا ل 20 ولا مازال. هذه تمريرة الآن من الخالقي داخل منطقة الجزاء راسية إلى خارج أرضية الملعب. فريق النادي القنيطري خصو يدخل في المقابله بشكل احسن وافضل، لانه فعلا فريق اتحاد طنجه يلعب على عاملي الارض والجمهور، يلعب ويستغل عاملي الارض والجمهور بشكل كبير. كره اماميه الان بالراس عادل مسكيني، ما متحررش نهائيا بشكل كبير على مستوى الخط الامامي. عادل مسكيني، شيحاني، مسكيني، رجعت الكره هذه المره. يقول الحكم هنالك مخالفه. موسسي او هذا الحاج منصور باب بالفعل. كره ملعوبه الان من جانب عناصر فريق اتحاد طنجه. باكر الهلالي اماميه. 25 دقيقه 0 مقابل 0 و20 دقيقه متبقيه على نهايه الوقت القانوني للجوله الاولى بين هذان الناديان، هذان الفريقان. واكيد ان هنالك جماهير عديده تتابع عن كتاب ما بامكانه ان يقدم هذا اللقاء في هذه المقابله المثيره، في هذا اللقاء القوي، في هذا اللقاء الاكيد انه مثير جدا بين الطرفين. كره من الجهه اليمنى في اتجاه تمس الترابي، عرف بالخطوره وبالتالي مشى الاحسن ما يمكن يعمله ويخرج الكره في اتجاه تمس. كره ملعوبه الان من جديد طنجاويه من الجهه اليسرى. خير راي مرفوع من الحكم مساعد معلن على مخالفه لصالح فريق النادي القنيطري. لقاء لحد ساعه يمكن نقول بانه يعني كاين محاولات، كاين لمس للعارضه والقائم الايسر، ولكن الاهداف تغيب والنادي القنيطري يستميت. ولحد الساعه الطريقه اللي لعب بها النادي القنيطري فهي الاستماته لانكماش الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتده المضاده. كره لحمودان، يمشي حمودان، ينطلق حمودان، مرور ممتاز من حمودان. في اخر المطاف كاين التغطيه من جانب فريق النادي القنيطري. رجعت من جديد هذه المره من خلال ايوب القعداوي. ما شدكش كثير يا ايوب القعداوي. المفروض النادي القنيطري يتحرر بعض الشيء على مستوى الخط الامامي امام هذا الحملات الهجوميه. شوف مكان المدافعين في خط الوسط مدافعين فريق اتحاد طنجه. جمال بن المعلم التمريره الجانبيه في اتجاه الحارس على المسكيني في المكان المناسب، يتمكن من هذه الكره بشكل ممتاز. 0 مقابل 0 نتيجه تعود بنا كما قلت لمباراه الذهاب، وقبل مباراة الذهاب إلى 2004 إلى يناير من 2004 المقابلة التي لعبت في ملعب مارشال وانتهت بنتيجة سلبية نداك. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. الحكم يقول ما كاينش ضربة جزاء في قرار الحكم طبعا الذي يقود مباراة اليوم محمد علام. نشاهدوا الطريقة الدخول داخل منطقة الجزاء. لو أنه أعلن على ضربة جزاء لن يختلف معه أي متتبع، ولكن شاف اللقطة الماضية قال أنه احتكاك عادي، وبالتالي مشات بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. يجب على دفاع فريق النادي القنيطري أن يكون حذرا من مثل هذه التدخلات، لأنه في اللقطة الماضية لو أنه الحكم أعلن على ضربة جزاء أكيد أنه كان من صعب على أي متتبع أن يقول صعيبة أو ما فيهاش. احتكاكات داخل منطقة الجزاء غالبا كتكون مخادعة، وبالتالي يمر دفاع فريق النادي القنيطري من اختبار آخر بعد العارضة الأفقية والقائم الأيسر والآن هذه المحاولة. فدفاع فريق النادي القنيطري يجب أن يضبط الإيقاع بشكل جيد، وأيضا أن يكون متينا. بالتالي إراحة دفاع النادي القنيطري يتطلب من الهجوم أن يعمل بالشكل المناسب. شابعوا كرة ملعوبة من جمالية المعلم في الخط الأمامي إلى خارج أرضية الملعب. النادي القنيطري يضرب في التاريخ، نادي القنيطري عنده حضور مميز تاريخيا. حينما نتحدث عن النادي القنيطري فلا أكيد أن نتحدث عن أرقام قياسية. النادي القنيطري
بأرقامه القياسية بلاعبيه بمسيريه، فهذا الفريق أكيد أنه كبير. والجماهير المتابعة للنادي القنيطري وأيضا الشغوفة بالنادي القنيطري ستتذكر الإنجازات، ستتذكر 4 كؤوس أو 4 يعني دروع لدوري الوطني المغربي في 60 في 73 في 81 في 82. ستتذكر أيضا كأس العرش في 61، النادي القنيطري اللي كان وصيف بطل المغرب في 79 و 85، كان وصيف بطل كأس العرش أيضا في 69 و 76 و 91، الوصيف ديال كأس العرب في 84. هذا النادي أكيد أنه بعراقة كبيرة وعنده تاريخ مجيد مع العديد من الأسماء، فين محمد البوساتي، جمال جبران، مقيلة، البوحياوي، عزيز بوعبيد، خليفة العبد، وزيد في التاريخ القديم يعني والتاريخ الجديد شيبو، واعطيني مجموعة من الأسماء اللي كانوا حاضرين بقوة. وايضا حتى على مستوى الحراس مروا بهذا الفريق ايضا اسمه النادي القنيطري. فضربة خطأ وبرواس بينه وبين هذه الكرات، غالبا ما كان يبدع، كرة ملعوبة بهذه الطريقة وداخل منطقة الجزاء، راسية رجعت من جديد الشيبي ما تمكنش في كرته بشكل ممتاز. هجمة مرتدة مضادة طنجاوية أمامية، بدر كشاني يلعب كرته الجهة اليمنى، الكونتر اتاك، الهجمة المرتدة المضادة مشات سريعة أمامية راسية، ولكن هنالك تغطية من جانب الدفاع من جديد طنجاوية، محاولة تصويبة قوية إلى خارج أرضية الملعب. أولي أولي أولي، هكذا يقولون في المدرجات في مباراة اليوم بين طنجة وبين فريق النادي القنيطري، متعة خاصة على مستوى رقعة الملعب. حل من الحلول هو التصويب عن بعد أكيد، وجانب من المتابعين المواكبين لمباراة اليوم. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، تحضير من جانب بكر الهلالي أمامية. بعض مباريات الدوري الوطني المغربي وخاصة هنا بمدينة طنجة والله ممتعة بشكل كبير، ونحن نتابع هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. هنا غيب التركيز، زكريا الملحاوي في لحظة من اللحظات غاب عنه التركيز وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب. تحدثنا عن فريق النادي القنيطري وعن التاريخ الذي يتوفر عليه النادي القنيطري، ولكن أيضا هناك اتحاد طنجة الذي ظل دائما حاضرا في العديد من المناسبات. اتحاد طنجة ومدينة طنجة وتاريخ طنجة، والأكيد أنه من اللحظات المهمة ومن الأشياء المهمة حينما نتحدث عن أحمد الزيدي المعروف ب بابا أحمد المعروف هنا بمدينة طنجة على مستوى التأسيس في سنوات خلت. نتحدث أيضا عن مجموعة من الأسماء المهمة التي مر بها فريق اتحاد طنجة كرجاء ميناء طنجة وأيضا رجاء طنجة، مجموعة من اللاعبين اللي مروا من هناك، عديد صراحة من الأسماء، ولكن يمكن نقول بأنه فعلا هذه المدينة أبانت على مؤهلات عديدة، وصعود فريق اتحاد طنجة زاد أضواء أكثر، وأصبح الجميع يترقب فقط هذا الموعد، موعد مباراة كرة القدم كما قلت هو عيد هنا بمدينة طنجة، واحتفال إن صح التعبير بمدينة طنجة، الكل صوب الملعب الكبير لمساندة النادي. كما يقولون قطع ورقتك وشجع فرقتك، هذا هو الشعار المستمر دائما في مختلف المباريات. كرة في التماس، الخالقي يبحث عن المرور، التمرير داخل منطقة الجزاء، راسية ممتازة إلى خارج أرضية الملعب. هذه محاولة من المحاولات المهمة اللي كان بإمكانها أن تعطي الجديد. راسية إلى خارج أرضية الملعب. كرة في التماس لصالح فريق النادي القنيطري، الشيبي يسعد للتنفيذ، يلعب كرة أمامية، تحضير حمودان يرجع كرته الخالقي. 33 دقيقة تقريبا، النتيجة تظل سلبية 0-0 في مباراة ضياع الفرص في جولتها الأولى. لحد ساعة يوسف سيكور، كرة طويلة على مستوى الخط الأمامي، محاولات لربح
المسافة. كرة من جديد للنادي القنيطري، فرصة تصويبة صوب الحارس، محاولة من المحاولات اللي كان بإمكانها أنها تحمل جديد. كرة ملعوبة الآن، تحضير خالقي، كرة عند سيكور، طنجاوية، كرة أمامية بالراس، في آخر مطاف كترجع كرة لصالح عناصر فريق النادي القنيطري عن طريق شيحاني. فرصة، حكم يقول هنالك مخالفة لصالح فريق نادي اتحاد طنجة. إذا ضربة خطأ لصالح فريق اتحاد طنجة لحد الساعة الشوط الأول. يمكن نقول لم يقدم ما كان منتظر منه بشكل كبير على المستوى التهديفي، ولكن هنالك محاولات ضائعة بالجملة. ضربة خطأ الآن لصالح فريق اتحاد طنجة، تنفذ بهذه الطريقة. رجعت من الفريق القنيطرية، مرور بشكل ممتاز، هذه محاولة، فرصة ضاعت في آخر مطاف. بكر الهلالي مشات كورته اتجاه احمد حمودان، مسكيني حافظ على الكرة ما خرجتش، مسكيني كاين خطأ سقوط لاعب اخر في صفوف فريق النادي القنيطري. والحديث هنا على اللاعب حاجي منصور با، واضح انه اصيب على مستوى الخط الهجومي من شادونا. حاجي 26 سنة من السنغال، من العناصر المحترمة في تركيبة فريق النادي القنيطري. بقى النتيجة على حالة، يعني أن فريق النادي القنيطري أو فريق اتحاد طنجة سيكون لصيقا بالرجاء الرياضي والوداد الرياضي ب 41 نقطة، فيما فريق النادي القنيطري سيصبح في رصيده 35 نقطة، وسيكون بذلك أو سيلزم مكانه طبعا بالمركز التاسع بالدوري الوطني المغربي. جانب من المتتابعين يواكبون تفاصيل هذه المباراة، الكل يتابع أطوار هذا اللقاء. وبن شيخة رغم الإصابة يعطي تعليماته للاعبيه. الحق بن شيخة المدرب الذي كسب احترام العديد من الجماهير الطنجاوية هنا في مدينة طنجة، وبالتالي يصبو للمشاركة الأفريقية ولما لا انقضاض على الدوري الوطني المغربي. نتائج الوداد مؤخرا جعلت الجميع يصبو لتحقيق الأهم، الفوز حاليا في المركز الأول، ولكن ما نسوش من الوداد عنده مباراتين موجودتين مهمتين، ثم اللعب على الواجهات الأفريقية أيضا مهم ويؤثر، لا بالنسبة للوداد ولا الكوكب الرياضي مراكشي ولا في ولا غيرهم من الفرق اللي لعبها على المستوى الأفريقي. عن فتح والوداد والكوكب الرياضي المراكشي، نتمنى لهم دائما التوفيق في المشوار الافريقي، لا في دوري ابطال الافريقيا ولا في كاس الاتحاد الافريقي كل تاكيد. ضربة خطأ للنادي القنيطري. ضربة خطأ الآن، وبرواس يستعد ينفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة
كاينه تغطيه من جانب دفاع، رجعت من جديد هجمه مرتده مضاده مشى بها الخليقي مشات له الكره، رجعت من جديد طنجاويه ملعوبه في الخط الامامي من جانب احمد حمودان، ضاعت الكره ورصه من جديد طنجاويه، كاينه تغطيه الخالق احمد حمودان الخالقي يرفع كورته داخل منطقه الجزاء والتغطيه موجوده. رجعت في اخر المطاف قنيطريه شال اليسرى مسكيني قعداوي مسكيني حافظ على كورته، رجع كره للخلف الاعتماد على مهارات لاعبي فريق اتحاد طنجة على المستوى الخط الامامي. لحد ساعه يمكن نقول بانه ما كاينش الفعاليه نهائيا، ما كاينش الفعاليه. 39 دقيقه والنتيجه المسجله 0-0. 6 دقائق متبقيه على نهايه الوقت القانوني الاول او الجوله الاولى. كره في الخط الامامي بالراس، كاين راي مرفوعه من الحكم مساعد معلن على تسلل. كره من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة، كرة ملعوبة الآن خط أمامي، راية مرفوعة من الحكم مساعد معلنة. متابعة ومواكبة بكل تأكيد لهذه المحاولة على مستوى التماس. جمال كاين تغيير، حنا كنتابعوا هذه المحاولة. فرصة على مستوى الخط الأمامي. الحاجي منصور با يغادر أرضية الملعب ويدخل مكانه سهيل المناوي. شيبي يرفع كرة في خط أمامي، مشات الخط الوسط. باكر الهلالي هذه كرة من جمالية المعلم، فرصة ممتازة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بهذه الطريقة. إذا الفعالية تغيب عن الجولة الأولى لحد ساعة، وكما نقول دائما لا قديم يعاد ولا جديد حاضر في هذه اللحظات. كرة ملعوبة الآن من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. جمال يلعب كرة ديالو، رجعت من جديد لصالح فريق النادي القنيطري. جمال يتعلم يعني من الجهة اليسرى، مهم جدا. وخريس ممتاز، خريس طريقة باش نقد على الكرة كانت جميلة جدا ولكن أصيب اللقطة الماضية. نتابع وياكم دائما مشاهدينا الكرام تفاصيل هذه المقابلة بين فريق النادي القنيطري وفريق اتحاد طنجة لمن يلتحق من النتيجة السلبية 0-0 في مباراة تضييع الفرص. النادي القنيطري لا زال منكمشا دفاعيا، واتحاد طنجة بادر الهجوم في 3 مناسبات كان بإمكانه تسجيل الهدف. تحضير الآن من باكر الهلالي أمامية هذه الكرة، فرصة في الخط الأمامي، محاولة كرة الهدف، ويوسف الترابي يقطع هذه المحاولة الهجومية اللي كان بإمكانها تحقيق هدف أول لصالح فريق اتحاد طنجة. شوف هنا دخول داخل منطقة الجزاء، هنا إمكانية دخول الكرة للمرمى، ولكن عبد الصمد معيش ما كانش محظوظ نهائيا
عبد الصمد معيش ما كان محظوظ نهائيا باش يوضع الكره في الشباك. كره في الزاويه الان، تحضير كره ملعوبه ولكن هنالك راسيه رجعت من جديد لصالح فريق اتحاد طنجه. التصويب يغيب، رجعت هجمه مرتده مضاده من المسكيني من عادل في اخر المطاف. طنجاويه كره قنيطريه ولكن سافره مرفوعه او مسموعه من الحكم معلنه على مخالفه في هذه اللحظات. شاهدونا اللقطة، تدخل ممتاز من يوسف الترابي اللي انقذ الموقف. كرة ملعوبة الآن من جهة يسرى، حكم يقول لمسة يد. طبعا كانت محاولة من المحاولات الهامة من جانب فريق اتحاد طنجة. معترك فريق النادي القنيطري كما قلت يعني تحمل عبء الجولة الأولى بشكل كبير، قابل اللي ظل من خلال فريق النادي القنيطري مصامدا على مستوى الخط الدفاعي. تحضير الان من جانب عناصر فريق النادي القنيطري. كرة من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. إذا المشاهدين الكرام يضيف الحكم دقيقتين كوقت بدل ضائع، دقيقتين كوقت بدل ضائع. الحكم الرابعة يضيف دقيقتين كوقت بدل ضائع. إصابة أحد لاعبي فريق النادي القنيطري، طبعا تستدعي توقف المواجهة لحد ساعة، وقت اللي الحكم كيتوجع عند اللاعب. اعتقد ايوب القعداوي. دوكا احتياط فريق اتحاد طنجة. التنافس والتباري على مستوى المركز الاول اكيد انه سيكون كبير في الوقت اللي كنستمعوا هذه الجماهير المتابعه لمباراه اليوم. شاهدونا لقطه اي صعبه، تدخل يوسف سيكور. كرة بالراس احمد حمودان، هذا معيش. كرة من جديد خط الوسط، حكم يتدخل ويعلن على مخالفة لصالح فريق نادي اتحاد طنجة. كاين احتجاج على قرار الحكم محمد العلام. شاهدونا مخالفة واضحة. جماهير صراحة حاضرة بقوة وتساند إلى آخر مقطع. ضربة خطأ الآن، بكر الهلالي يسعد للتصويب. هل ستكون مباشرة من تمريرة؟ قربه من الكرة يعني أنه يبحث عن التمرير. إذن التمرير داخل منطقة الجزاء أو تهيئ الكرة لجمال ليث المعلم، كل شيء وارد. بكر الهلالي يسعد كرة داخل منطقة الجزاء، تحضير طنجاوي، ضاعت الكرة. هجمة مرتدة مضادة الآن لطريق عادل المسكيني، يمشي كورته. ممتاز التدخل الماضي من جانب جمال هيئة المعلم على الصورة اللي تمكن من إبعاد الخطورة بهذه الطريقة الجميلة. طبعا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يعلن حكم اللقاء على نهاية تفاصيل الجولة الأولى بالنتيجة معروفة 0-0 في مباراة اتحاد طنجة النادي القنيطري. أما الآن مشاهدينا الكرام فأعود بكم مباشرة إلى استوديو قناة الرياضية وزميلي مراد سيميا وأيضا على مستوى هذه المنافسة.
طبعا كنشاهدوا هذه الصور اللي يمكن نقول بانه كاين احتفاليه في المدرجات. نعم نبغي نذكر بانه تم احتفاء بالمنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه. طبعا الاحتفاليه كانت كبيره هنا في الارجاء ديال الملعب ديال مدينه طنجه مع حضور كاس العرش او الكاس ديال البطوله الافريقيه، بطوله الامم الافريقيه، وبالتالي فيمكن نقول بانه كانت احتفاليه كبيره جدا هنا بملعب مدينه طنجه، بحضور ايضا المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه اللي هو هشام الدقيق. مجموعه من العناصر ديال المنتخب ايضا كلهم قاموا بدوره شرفيه هنا بالملعب الكبير، بالتالي فيمكن نقول بانه كانت نكهه خاصه، كانت متعه خاصه، والجميع يعني تابع بشكل جيد طبعا ما قدمه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية وما يعرف بالفوتسال طبعا بجنوب افريقيا، ومن المرور ديالو لكأس العالم للفوتسال بكولومبيا. كرة ملعوبة الان من جانب المنتخب او من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة بعد ما غلقنا القوس ديال المنتخب الوطني المغربي للفوتسال اللي صراحة ابدع وامتع بشكل كبير. نذكر ايضا بانه هذه المقابلة هي هامه بالنسبه لفريق اتحاد طنجة على مستوى الصراع ديال البطوله الوطنيه، بالتالي لا مجال لتضييع النقاط، فيما فريق النادي القنيطري بعد تامين لنقاط البقاء بالقسم الوطني الاول، فاكيد انه يلعب باريحيه كبيره في هذه المنافسه. كرة ملعوبة الآن من جانب عناصر فريق النادي القنيطري. تحضير الآن من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. كرة مباشرة عند الخالقي كيغير تماما في اتجاه بوخريس كيحاول ينطلق الآن على مستوى خط الوسط. كرة ملعوبة الآن من جانب خالقي، فرصة زكريا ملحاوي الخالقي، سيكور كيرفع كرة بهذه الطريقة في اتجاه بكر الهلالي، راسية محاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. يمكن نقول بأنه على مستوى رقعة الملعب فالنتيجة كتبقى دائما بالنتيجة المعروفة، يعني 0 مقابل 0، ولكن في المدرجات فهناك نكهة خاصة يعني تشجيع وطقوس خاصة، يعني الكل يتابع وبنظرة من نظرات التفاؤل لنتيجة إيجابية أكيد في هذه المقابلة. كرة أمامية إلى خارج أرضية الملعب. للأسف الإيقاع ديال المقابلة يمكن نقول بأنه متوسط، كرة ملعوبة الآن من جانب عناصر فريق النادي القنيطري، محاولة من جديد كترجع للخلف، بورواس كان يدير التمرير، كرة في التماس. إذا الجولة الثانية نتمنى أنها تكون مغايرة تماما للجولة الأولى من الناحية التهديفية ومن ناحية الفرجة. احنا كنتابعوا هذه المحاولة، خروج الحارس في الوقت المناسب وانقضاضه على الكرة. أحمد محمدين يتمكن من هذه الكرة بشكل جيد. جانب من الجماهير التي تتابع الكتاب، وأكيد أنه الصورة العامة بمصابيح الهواتف الذكية أكيد أنه الجمهور الطنجاوي يعطي رسالة على تشجيع حضاري كبير من مدرجات ملعب مدينة طنجة الكبير. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي، فرصة أمامية مشات قنيطرية ولكن راهي مرفوعة، معلن على التسلل وأحمد محمدين على الصورة. شاهدوا هذه الصورة العامة لملعب مدينة طنجة الكبير. كرة ملعوبة الآن من الخط الأمامي هجومية، يوسف الترابي كيطالب ضربة مرمى بالفعل.
إذا المحاولات أكيدا عديدة ولكن غياب النتيجة المهمة. سالجرو على الصورة لاعب فريق النادي القنيطري الذي يطمح لتحقيق مردود إيجابي في هذه المقابلة. رفقة فريقه النادي القنيطري 24 سنة لإشارة سالجرو لاعب فريق النادي القنيطري. كرة ملعوبة الآن صوب الحارس أحمد محمدينا يبحث عن التمرير على مستوى الخط الأمامي. الآن إمكانية الآن من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. ملعوبة ممتازة هذه الكرة عن طريق اللاعب هيرفي لوفاني. رجعت من جديد للجهة اليمنى زكريا ملحاوي. راسية من جانب حمودن يمر من جديد لوفاني. محاولة من الجهة اليمنى يرجع من جديد أحمد حمودن والحكم يتدخل معلنا على مخالفة لصالح عناصر فريق اتحاد طنجة. كرة طنجاوية من الجهة اليمنى. 5 دقائق على بداية الجولة الثانية والنتيجة المرسومة 0-0. بكر الهلالي خلف هذه الكرة في محاولة من المحاولات الهجومية. هل بإمكانه أن يحمل جديد بكر الهلالي الآن؟ دفاع فريق النادي القنيطري في وضعية صعبة من خلال ضربة خطأ التي نفذت بهذه الطريقة. كرة ملعوبة أمامية فرصة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أحمد حمودين كان بإمكانه استلام الكرة الماضية ولكن يبدو أنها مشيت نوعا ما مطولة للأمام والنادي القنيطري لا زال يستميت دفاعيا ويطمح لتحقيق على الأقل نتيجة تعادل يقف حجر عثرة أمام فريق اتحاد طنجة في هذه المواجهة. كرة ملعوبة تحضير من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. رجعات قنيطرية علي مسكيني ما مرش بالشكل المناسب، ما شهدتش غيابات لحد ساعة أو تغييرات لحد ساعة وبالتالي تبقى النتيجة على حالها اللي هي 0-0 ونفس اللاعبين معنا تغيير وحيد اللي كان عن فريق النادي القنيطري الحاجي منصور بال اللي خرج متأثرا بإصابة ودخل مكانه طبعا سهيل الميناوي. كرة ملعوبة الآن جهة اليسرى أحمد حمودان. هذه محاولة من جميل هيئة المعلم تغيير كلي من بكر الهلالي مشات للجهة اليمنى عن طريق الخالقي. هذا اللاعب المدافع يلعب في الخط الأمامي الآن. كرة زكريا الملحاوي أحمد حمودان محاولة المرور في آخر مطاف تماس لفريق اتحاد طنجة الآن. خالقي كرة داخل منطقة الجزاء محاولة ممتازة والحارس في مكان مناسب على المسكيني يتمكن من كورته بشكل ممتاز للشيبي أمامية. محاولة جمالية المعلم في المكان المناسب كاين دفع حكم يعطي مخالفة لفريق اتحاد طنجة. مباريات عديدة تنتظر الطرفين معا في هذه المقابلة في مشوار الدوري الوطني المغربي. بالفعل بعد هذه المقابلة كرة من الجهة اليسرى بكر الهلالي يرفع كورته داخل منطقة الجزاء محاولة ممتازة والحارس مكان مناسب على المسكين يتمكن من كورته بشكل جيد وبالتالي يوقف هذه الكرة بشكل ممتاز. النادي القنيطري انطلق هذا الموسم تعادل 0-0 وحنا كنتابعوا هذه اللقطة تدخل على المسكيني وإيقاف الكرة الماضية ببراعة يعاني من إصابة. قلت النادي القنيطري تعادل سلبا 0-0 امام النادي الحسني الجليلي. اول هزيمه كانت على حساب او على يد مولوديه وجده واول انتصار من جانب النادي القنيطري فكان على حساب فريق الرجاء الرياضي 1-0. بالتالي يمكن نقول بانه النادي القنيطري ابان على مؤهلات متذبذبه في هذا الموسم ولو انه كان يطمح لتحقيق ما هو احسن ما هو افضل. اليوم يبدو انه امن البقاء ويسير باقي ما يحدث في الدوري الوطني المغربي. سيلاقي الفتح الرياضي الرباطي ثم بعد ذلك سيستقبل الجيش الملكي على ان يرحل الى مدينه خريب لملاقاة اللوسيكا ويستقبل الكوكب الرياضي مراكش. صراع الفرق المتبقية الأخيرة بالدوري الوطني المغربي سيكون كبير وكبير جدا للنادي القنيطري. اتحاد طنجة بجماهيره الكبيرة اليوم ونستغل هذا التوقف. جماهير عديدة تتابع عن كثب وهي تهتف وتشجع وتساند فريق اسمه اتحاد طنجة
أكيد أنها تصبو لمشاهدة فريق اتحاد طنجة في المنافسة القارية بهذا الجمهور وبهذا الملعب الكبير. هنا بإمكان أن نشاهد تيبي مازيمبي، ممكن أن نشاهد العديد من الفرق الأخرى اللي بإمكانها أنها تقدم نفسها بشكل جيد، كوتون سبورت وغيره من الأندية، حتى الفرق العربية الترجي والنادي الافريقي وزيد الزمالك والاهلي والانديه الجزائريه بوهران وبصفاقس وغيرهم. اكيد ان هذا الملعب سيكون نوعا ما صعبا، سيكون مقبره العديد من الفرق على المستوى القاري. اكيد ان هذه الجماهير ترهب بشكل كبير، وبالتالي اتحاد طنجة على مستوى البطولات والواجهات الافريقيه سيكون معادله صعبه ان امنا البقاء والمرور الى هذه البطولات. بكل تاكيد كره اماميه تجاه بدر كشاني فين اليوم غير موجود بالمره، مشاهدناش على مستوى الخطوط الاماميه كواحد من اللاعبين اللي قدموا حلول ناجعه على مستوى الخط الامامي، ما عدا الكره اللي ارتطمت بالقائم في الجوله الاولى. كره ملعوبه احمد حمودان، يحاول يمر حمودان، حكم يتدخل يعلن عن مخالفه لصالح فريق اتحاد. محاولة كانت مثيرة ومهمة، كان بالإمكان أن تقدم جديد، ولكن يبدو أن التغطية القنيطرية حالة دون مرور أحمد حمودان بهذا الأسلوب. شاهدوا كيف أنه غالبا ما يكون صعب مراوغة وصعب إيقاف لاعب اسمه أحمد حمودان. مخالفة ارتكبها أيوب القعداوي جال يسرى النادي القنيطري، جال يمنى لفريق النادي اتحاد طنجة. ضربة خطأ بكر الهلالي يسعد لتنفيذ ضربة خطأ على الصورة. بكر الهلالي هل بإمكان هذه المحاولة أن تقدم جديد، وهي الصعبة على دفاع فريق النادي القنيطري. بكر الهلالي يسعد للتنفيذ، يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، صيادة جول طنجاوي وراسك عالي. هكذا جات، هكذا صنعت، هكذا تم إمضاء في اللقطة الماضية. كرة ممتازة، كرة رائعة، جماهير طنجة تحتفل، وهذا بطريقة بأسلوب. الكرة الثابتة تحمل الجديد، كرة بالمقص لعبت لأحلى راس، وبكر الهلالي كان في التنفيذ بشكل ممتاز. تنفذ هذه الكرة رأسية ممتازة تجي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. هو كاي هيرفي لوفاني اعتقد، واللاعب اللي وضع الكرة في الشباك بشكل ممتاز، معلنا على بداية طبعا الاحتفال في هذه المباراة، في هذه المقابلة المهمة. بالفعل جاير بلوفاني اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك. 1-0 كتغير النتيجة هنا بمدينة طنجة. والقادم من كوت ديفوار ذو 31 سنة يخلق الفرحة ويجعل المدرجات تهتز. طنجة متقدمة هنا بملعبها الكبير أمام مناصريها، والجماهير تصيح تساند تشجع فريق اتحاد طنجة. كرة ملعوبة من جديد من الجهة اليسرى، محاولة من جمال، تمريرة ممتازة داخل منطقة الجزاء وعلاء المسكيني في المكان المناسب. النادي القنيطري اللي ردة الفعل، النادي القنيطري للتعديل، واتحاد طنجة لإضافة هدف آخر، لإضافة طبعا أهداف أخرى. فهل بإمكان هذه المباراة نشاهد من خلال أهداف، لأنه فعلا هذا الهدف سيستفز لاعبي فريق النادي القنيطري للخروج للبحث عن تسجيل الاهداف في هذه المقابله. وذاك من نتابع الان كره ملعوبه اماميه الخالقي، فرصه من جديد، كره ممتازه ولكن مباشره الى خارج ارضيه الملعب. قنيطريه كان بامكانها تحمل الجديد ولكن غابت من خلال الكره واللمسه الماضيه. كره في الزاويه لصالح النادي القنيطري. الكعك فارس سابو، النادي الذي تحدثنا عن انجازاته، عن تاريخه، عن مشاركاته في العديد من المنافسات الوطنيه والقاريه، والذي يصبو اكيد لعوده تلك الامجاد، لعوده الهداف البوساتي. كره ممتازه بالراس مشات مباشره عند الحارس، كره ممتازه لعبت
من سهيل المناوي اللي كان بامكانه انه يضع الكره في الشباك بشكل ممتاز، ولكن التغطيه جات من الحارس احمد محمدين بهذه الطريقه في ولتين اثنتين. هذه كانت لردة الفعل من جانب عناصر فريق اسمه فريق النادي الرياضي القنيطري. كرة ملعوبة الان، ايوب الخالقي يبحث عن التمرير، اختلفت الموازين، واكيد انه ملي كتغير النتيجه الكل يتحرك، الكل يبحث لتسجيل الاهداف. كره ملعوبه الان عند زكريا ملحاوي، يغير كورتو، رجعها للخالقي، خالقي كره اماميه في اتجاه معيش ما تمكنش من كورتو، تقديم من جانب النادي القنيطري، الشيحاني يحاول يبعد، رجعت من جديد طنجاويه، احمد حمودان يمشي بهذه الكره، ترابي اخطا بالجمله من دفاع فريق النادي القنيطري، فرصه التصويب، رجعت الكره من جديد طنجاويه قنيطريه الان، بورواس كره ممتازه في الخط الامامي، مشات للمسكيني حافظ على كورته، مراوغه والمرور، مسكين يمر في اخر مطاف، يقول الحكم لا هذا كان توفيق جروتن بالفعل. توفيق جروتن هو اللاعب اللي كان بامكانه انه يمر بشكل ممتاز، وحنا كنتابعوا هذه اللقطه، يعني الحكم يقول مخالفه لصالح فريق النادي القنيطري. الكره ثابته من جديد، هل تحمل ما يمكن أن يكون هدفا للتعادل أم أنها لن تضيف جديد؟ والنادي القنيطري يحتاج لهدف التعادل. النادي القنيطري عنده جماهير كبيرة جدا، واليوم جماهير النادي القنيطري هي كبيرة هنا بمدينة طنجة، وأتت لمساندة هذا الفريق. نتابع هنا ضربة خطأ، الكرة الثابتة، هل ستضيف ما يمكن اضافته؟ كرة ممتازة بالراس، ما خرجتش، راسية ممتازة الى خارج ارضية الملعب، ضاعت، كان بامكانها ان تشكل جديد. سهيل المناوي اللي قام بهذه العملية الهجومية، شاهدوا الطريقة، شاهدوا الاسلوب اللي ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، راسية ممتازة من يوسف الترابي. سهيل المناوي كورته مشات فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، كان بامكانها ان تجعل فريق النادي القنيطري متعادلا. طريقة الهدف هنا، بكر الهلالي يرفع كورته، وراسية جات من كود ديفور من غاير فيلوفاني اللي وضع الكرة في الشباك، معلنا عن هدف الاول في اللقاء، واحتفالية رفقة عبد الحق بن شيخ المصاب، اللي يمكن نقول بانه سعيد بهذا الهدف اللي غادي يخليه لحد الساعة يكون مؤقتا في المركز الاول لكلاسمون البطولة برو. كرة ملعوبة الآن، يوسف السيكور يختار كرة من الجهة اليسرى، الإشارة لاتصال فريق اتحاد طنجة يعطي 43 نقطة، لحد الساعة الفتح الرباطي 42 نقطة، الوداد أكيد أنه عنده مباريات مؤجلة، وبالتالي يقع في المركز الثاني الثالث رفقة الرجاء الرياضي ب 41 نقطة، وبالتالي كل شيء مؤقت لحد الساعة. أكيد أنه انتزاع الصدارة سيكون من جانب فريق اتحاد طنجة إن وصل بهذا المشوار، ولكن النادي القنيطري هل سيكون يعني لقمة صاغة وسهلة أمام فريق اتحاد طنجة؟ كرة ملعوبة، أحمد محمدين بالراس، رجعت من جديد من جانب عناصر فريق النادي القنيطري. ما كاين جديد من جانب النادي القنيطري خاصة على مستوى خط الوسط، التغييرات اللي بإمكانها أن تحمل جديد للفريق الأخضر اليوم، ولو أنها يعني مطلوبة. نبيل الولجي دخل رقعة الملعب كتذكير مشاهدينا الكرام، دخل مكان سعد القرو، وبالتالي كاين تغيير في صفوف فريق النادي القنيطري، والتغيير الثاني. كرة ملعوبة الآن، خط الأمامي، تحضير، فرصة ممتازة، والحارس في مكان مناسب، الحارس في المكان المناسب. اذا ضربة خطأ لأحمد محمدين، هدف اكيد انه جعل الامور هنا متغيرة بشكل كبير بمدينة طنجة. تحضير خط دفاع احمد محمدين ظهر على الصورة الان كثيرا بعد تسجيل الهدف. كرة ملعوبة من جانب بوخريس، بدر كشاني، كرة امامية في اتجاه معيش، ما توصلش الكرة معيش، رجعت الكرة من جديد هذا المرة لصالح فريق النادي القنيطري.
محاولة أمامية بالراس في آخر مطاف. رجعت الكرة اللي على مسكيني الشيبي أمامية، كرة قنيطرية، فرصة ملعوبة من الجهة اليمنى، محاولة المرور ممتازة، هذه بإمكانه تحمل جديد، كرة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء ولكن ضاعت الكرة. رجعت من فيه القنيطرية من الجهة اليمنى. مسكيني كاين خطأ صالح فريق النادي القنيطري. شاهدونا محاولات اكيد انها مستمره وعديده. اذا مباراه متوقفه لحد الساعه، نعيش على وقع هدف واحد مقابل لا شيء من تسجيل غير بيلوفاني اليفواري. 1-0 اكيد انها ستجعل المقابله مشتعله، ولكن تخيلوا معي لو سجل هدف في الجوله الاولى، في الدقائق الاولى من الجوله الاولى من عمر هذه المقابله، فاكيد اننا كنا سنستمتع اكثر. غدا في حدود الساعه 5 اولمبيك اسفي يستقبل الكوكب الرياضي المراكشي في مباراه مثيره بملعب المسيره الخضراء. الوداد الرياضي في حدود الساعه 7 سيستقبل مولوديه وجده في مباراه مثيره بملعب مراكش. وفي حدود الساعه 7 حسنية أكادير يستقبل اكيد الفتح الرياضي الرباط. مباريات اكيد انها مثيره وقويه تنتظر باقي الفرق الوطنيه للقسم الممتاز. ضربة خطأ لصالح فريق النادي القنيطري. نبيل ولشي معروف عليه التصويبات، معروف عليه التصويبات المباشرة، وعندنا برواس صاحب التمريرات الحاسمة بين هذا وذاك من بإمكانه أن يكون صاحب الحظ وإمكانية وضع الكرة في الشباك. سنتابع الآن هذا نبيل ولشي، تصويبة ممتازة ولكن ارتطمت بالجدار البشري مباشرة في اتجاه التماس. إصابة لاعب فريق اتحاد طنجة، أعتقد أنه إيربي لوفاني خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج. الآن كرة من جديد لصنع عناصر فريق النادي القنيطري. كريم الحاوي والخالقي ونشيبي. كرة ملعوبة الآن على مستوى الخط الأمامي من جانب فريق النادي القنيطري. تمريرة الجهة اليمنى، محاولة التمرير داخل منطقة الجزاء بالفعل، محاولة تغطية وفي آخر مطاف إلى خارج أرضية الملعب. كرة من جديد لصالح فريق النادي القنيطري تنفذ الزاوية داخل منطقة الجزاء، محاولة بالراس ممتازة إلى خارج رقعة الملعب. كرة قنيطرية من سهيل المناوي، جوج المرات يضيع بالراسية، جوج المرات يضيع الكرة بالراس، واكيد انه يبقى العنصر حد ساعة الاخطر على معترك فريق اتحاد طنجة. 1-0 المباراة اللي حد ساعة يمكن نقول بانه ممتعة شيقة، ولكن ننتظر الفعالية اكثر. ويرتقب ان يدخل لرقعة الملعب بعد لحظات رفيق عبد الصمد لاعب فريق اتحاد طنجة. كرة من الأوبران من جانب فريق اتحاد طنجة أمامية، تحضير رجعت الكرة لبوخريس من الجهة اليسرى، محاولة جمالية المعلم، تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى خارج أرضية الملعب،
الندية مستمرة. زاوية لصالح فريق الاتحاد طنجة، زاوية من الجهة اليمنى للحارس عنان المسكيني. باكر الهلالي سعيد للتنفيذ، باكر الهلالي كيلعب الكرة ديالو بهذا الشكل، الكرة ملعوبة، فرصة من جديد تحضير، رجعت من جديد قنيطرية، هجمة مرتدة مضادة مشات من الجهة اليسرى، محاولة أكيد أنها مهمة من الجهة اليسرى من جهة فريق النادي القنيطري، كان بإمكانها تحمل جديد مع هجمة اللاعب أيوب القعداوي اللي ما تمكنش من الحفاظ على كرته بشكل مناسب. رجعت من جديد الكرة لصالح عناصر فريق اتحاد طنجة، كرة من بكر الهلالي يرفع كرته في الخط الأمامي، أمامية صوب الحارس فقط على المسكين. جوج تغييرات من جانب فريق النادي القنيطري، تغيير مرتقب في صفوف فريق اتحاد طنجة بعد لحظات بدخول واقحام رفيق عبد الصمد. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة قدمها شديد الخالقي بالراس، يرجع كرة، محاولة صوب التماس. تغيير في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، رفيق عبد الصمد يسعد للدخول ويغادر رقعة ملعب عبد الصمد معيش اللي عنده الإدار في هذه المباراة، اللاعب الوحيد من جانب فريق اتحاد طنجة، وربما هو الإدار الوحيد بالفعل في هذه المقابلة ككل. عبد الصمد معيش تجنبا لبطاقة صفراء ثانية وبطاقة حمراء أخرى، يغادر معيش هذه المباراة ويدخل مكانه رفيق عبد الصمد. هذا هو التغيير الذي نتابع ما بإمكانه أن يقدم في هذه المباراة ككل. كرة ملعوبة الآن على مستوى خط الوسط، رشيد برواس يحافظ على كورته، يمرر، مشات كورته هذا المرة للجهة اليمنى، مومو سيسي، كرة أمامية، تحضير من جانب فريق النادي القنيطري، راسية، رجعت في آخر المطاف بكر الهلالي محاولة من المحاولات اللي بإمكانها تحمل جديد على مستوى الخط الأمامي. ضربت او الكره لصالح عناصر فريق اتحاد طنجة بالراس، رجعت من جديد للجهه اليمنى، كشاني ممتاز، كشاني يحافظ على كورته، الحكم كيقول تماس لصالح فريق اتحاد طنجة. حمودان يخلي كورته لزكريا ملحاوي، زكريا ملحاوي، محاولة ملعوبة في الخط الأمامي، رفيق عبد الصمد يحاول رفيق عبد الصمد يمر، الحكم يقول ما كاينش هنالك مخالفة قنيطرية. هذه الكرة انطلقت من الجهة اليمنى ممتازة بهذه الطريقة، فرصة من الخط الأمامي ولكن يبدو في آخر المطاف صوب التماس ما خرجتش، أمامية صوب على المسكين. فينو النادي القنيطري دي سنوات، فينو النادي القنيطري اللي كان اكيد انه يرعب في سنوات عده. اليوم بدينا كنشاهدوا النادي القنيطري بحث فقط للحفاظ على مركزه في القسم الوطني الاول. صراحه نتمناو انه شيل اللي يحمل المشعل يرفع بمدينه قنيطره ككل، يرفع باحياء مدينه قنيطره ومشاهديه وجمهور فريق النادي القنيطري. اكيد انه جمهور كبير وكبير جدا عند فريق النادي القنيطري اللي يتنقل بمختلف الربوع بمختلف الاماكن يعني والمدن لمساندة نادي. واليوم اذا كان ممكن زميلي حفور جمهور النادي القنيطري حاضر بالمئات يتابع هذه المباراة طبعا لمساندة الاخضر اليوم، لمساندة فارس سابو، وحنا كنتابعوا هذا التغيير اكيد انه مهم في تشكيلة فريق النادي القنيطري. وهذه الجماهير القنيطرية شوفوا معايا في المدرجات، يعني تنقل محترم وكبير للجماهير القنيطرية التي أتت لمساندة فريقها اليوم، لمساندة الكاك فارس سابو اللي تحدثنا عن التاريخ وعن الأمجاد وعن الهداف، والحصر اليوم على الهدافين في الدوري الوطني المغربي. هداف يجي يقول لك انا هداف 7 اهداف ضعيفه 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 بشكل كبير، 7 اهداف 8 اهداف ضعيفه بشكل كبير. فينا 25 و27 والتاريخ ربما تقلب في ارشيف وسنوات التاريخ تحدث عن اهداف اللي كتخلي دائما فريق في القمه وجماهير شيك اكثر فاكثر للملعب لمشاهده
يعني مبدعين ان صح التعبير، وليسوا فقط بهدافين بل مبدعين، يعطيونا الفرجه ويعطيونا معانقه الكره للشباك. كره ثابته وهذا المره للنادي القنيطري، واعتقد انها ضربه جزاء عند اللاعب رشيد بورواس في دماغه، فكره، طريقة تعامله مع مثل هذه الكرة. لماذا؟ لأنه سجل في العديد من المناسبات من هذه النقطة بالذات. هل بإمكانه أن يضيف جديد؟ هل هي تمريرة؟ نتابع تمريرة بالفعل، رجعت من جديد لصالح عناصر فريق النادي القنيطري، وغالبا ما كان طبعا رشيد بورواس يسجل من مثل هذه النقاط، ولكن ياخذ مسافه، ياخذ مساحه، ياخذ بعض السنتيمترات خلف الكره. كره ملعوبه في الخط الامامي، تحضير من جانب عناصر فريق النادي القنيطري، خطا او مخالفه يقول الحكم. تحدثنا على بورواس، ما نساوش شاغو اللي معروف بتصويباته عن بعد وياما سجل عن بعد، وهناك العديد اكيد من اللاعبين في الدوري الوطني المغربي عندهم ميزه، عندهم خاصيه، عندهم امكانيه وضع الكره في الشباك بتركيز وبدهاء وبامكانيه خاصه لوضع الكره بالطريقه الجميله والمميزه. اخرهم شاكير رفقه الجيش الملكي، رفقه الجيش الملكي ضد فريق المغرب الرياضي الفاسي. سمير يعيش يسير بالنادي القنيطري للبقاء بشكل مميز وضمن معه البقاء، واكيد انه الانتدابات المقبله بامكانها ان تغير في استراتيجيه اللعب، بامكانها ان تغير كثيرا في استراتيجيه اللعب. العديد من اللاعبين بامكانهم او استقطاب لاعبين جدد فريق النادي القنيطري بامكانهم ان على الاقل يلعبوا على طليعه الدوري الوطني المغربي. شادونا صعبة أكيد، تدخل صعب بعد شيء. نتمنوا تمور سليمة. إذا مشاهدينا الكرام دائما الترقب مستمر والجميع ينتظر اللحظة المناسبة. ما تبقاش شيء كثير لصيد السيطرة على الدوري الوطني المغربي، ما تبقاش شيء كثير لإعلان نهاية الدوري الوطني المغربي. وصلنا الجولة رقم 25 والأسبوع المقبل الجولة رقم 26، وبعد ذلك يمكن نقول بأنه ستكون الأربع الدورات المقبلة حاسمة بشكل واضح وكبير، في بقاء البعض، في انتزاع درع البطولة، في تأهل العديد. وحينما نصل إلى مثل هذه الدورات فالأكيد أننا نعرج إلى القسم الوطني الثاني، ونقول مبروك لشباب أطلس، أو نقول مبروك لشباب قسم التدلة على القتالية الكبيرة طوال الموسم، قتالية كبيرة طوال الموسم، وتأمين الصعود للمركز الأول وأيضا القسم الوطني الأول حتى هذه اللحظة 49 نقطة عن شباب قسم التدلة، 13 انتصار 10 تعادلات و5 هزائم. شباب أطلس خنيفرة 43 نقطة في المركز الثاني. شباب أطلس خنيفرة لحد الساعة المرشح القوي للصعود للقسم الوطني الأول. جمعية سلا 41 نقطة، جمعية سلا في المركز الثالث، يعني يمكن نقول بأنه ينافس هو الآخر على بطاقة الصعود. ولا ننسى رجاء بن ملال 39 نقطة، ثم اتحاد تمارة 38 نقطة، بالإضافة لأولمبيك تشيرة. كل أندية تطمح للصعود، ولكن يبدو أن شباب أطلس خنيفرة مرشح كبير حد ساعة بعد حصوله أو لتوفره على فارق على الأقل نقطتين على مستوى السبورة الإلكترونية الترتيبية للقسم الوطني الثاني. والأسف كل الأسف على نادي عريق بحجم القضيم، بتاريخ القضيم، بما قدمه النادي المكنسي لسنوات طوال، وهو يسير للهواة ونحن نتابع هذه العملية الهجومية. قلت النادي المكنسي القضيم، كل الأسف أن نشاهد هذا الفريق العريق وهو يسير نحو الهواة. قبله في سنوات كان متألقا لسنوات طوال بالقسم الأول، وعندهم جمهور جميل صراحة، مدينة جميلة تستحق أن تكون في القسم الوطني الأول، ولكن للأسف النادي المكنسي بالنتائج الأخيرة 13 هزيمة 7 تعادلات 8 انتصارات فقط لم تسعفه لضمان
الاستمراريه ولضمان طبعا الحضور والصعود في القسم الاول، ولو انه كل شيء ممكن اكيد في المباريات المقبله، ولكن 31 نقطه نوعا ما صعبه و33 نقطه للواف لوداد فاس، الفريق الذي طالما كان ممتعا، طالما كان حاضرا بقوه وبرجالاته وبمسيره وبلاعبيه، فالاكيد انه يمثل شق اخر بجماهير اخرى هناك بمدينه فاس. ولكن نتحسر ان نشاهد هذه الفرق التي كانت في الماضي القريب جدا بالقسم الوطني الاول يعني تعاني وتبحث لضمان البقاء بالقسم الوطني الثاني وتجنب السقوط والنزول الى قسم الهواة. طبعا اتحاد زمالك خميسات 34 نقطة آخر، نادي كبير جدا 34 نقطة في قسم الوطني الثاني. فتحت هذا القوس لماذا؟ لأن فرق بالفعل تحترم على المستوى التسييري وعلى المستوى التدبيري، عندها ملاعب جيدة، عندها يعني إمكانيات كبيرة، ولكن للأسف يعني نتحدث عن الإمكانيات البشرية، ما نتحدثش عن الإمكانيات المادية، لأن الماديات كنعرفوا القيمة ديالها وكنعرفوا الدور ديالها، ولو أنها كانت متوفرة الإمكانيات المادية وتضافر جهود وسلطات محلية وكل شيء، فأكيد أنه كان بإمكان الأمور تكون ما هي أحسن وما هو أفضل. تحدث عن اتحاد زمالك خميسات أكيد هو الآخر، 34 نقطة في القسم الوطني الثاني، 28 مباراة، 8 انتصارات، 10 تعادلات و10 هزائم، نوعا ما صعبة. كرة ملعوبة أمامية هنا بقسم الأضواء، حيث نتابع اللحظات الأخيرة، 10 دقائق أخيرة متبقية على نهاية المقابلة. بدر كشاني ينطر كشاني، فرصة كشاني، تصويبة كشاني، وعلى المسكيني في المكان المناسب، على المسكيني في المكان المناسب. كرة تعود من جديد لصالح فريق النادي القنيطري من الجهة اليسرى، محاولة الانطلاقة، وهذا المرة كانت من جانب نبيل ولجي، إمكانية للمرور. هل هي مباراة 1-0؟ هل هي مباراة 1-0 أنها مباراة قابلة لأن تزداد أن تقبل أهداف أخرى؟ كرة بالراس، محاولة سهيل ميناوي، إمكانية التصويب، ولكن هنالك طبعا صافرة من الحكم معلنة على مخالفة. 1-0 آخر مباراة من مباريات الطرفين في تاريخ المواجهات، في تاريخ اللقاءات، ترجع بين 2003 دور البطولة الوطنية المغربية والقسم الممتاز هناك. طبعا في المباراة الذهاب الموسم 2003-2004 اللي تمكن من خلالها فريق النادي القنيطري من الانتصار حينها ب1-0 وبالتالي ذهابا، وبالتالي كانت مباراة يعني في 2003 يعني سنوات بين هذا الانتصار والانتصار الماضي، ولو انه اختلفت الظروف واختلف الملعب واختلف كل شيء. كاين خطأ، كرة لاتحاد طنجة، رفيق عبد الصمد والتحضير، كرة تلعب بهذه الطريقة، فرصة ممتازة ولكن هنالك تغطية. تحضير من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة، تحضير من الجهة اليمنى، فرصة ممتازة عليه، فرصة هدف. اعتقد ان الكرة داخلة غادي نتابعوا، هدف كيقول الحكم، هدف كيقول الحكم. طبعا غادي نتابعوا الإعادة. زميلي حفور الهدف الثاني يسجل في هذه اللحظات، قرار ديال الحكم محمد العلام، والإعادة غادي توضح بأن الكرة داخل منطقة أو داخل منطقة المرمى أو لا. طبعا الإعادة غادي توضح مشروعية اللقطة الماضية، ولو أنه نشأت بالعين المجردة لأنه قريب من المنطقة الخاصة بفريق النادي القنيطري عنايين، فغادي نتابعوا الإعادة لأن هي اللي غتوضح لنا كل شيء. كاين احتجاجات، أحمد حمودان السعيد النادي القنيطري، يعني يمكن نقول في لحظة من اللحظات صعبة، وكاين احتجاجات على الحكام، تريو التحكيمي ديال هذه المقابلة. أحمد حمودان سعيد بتسجيل هذا الهدف واحتجاجات على حكم المقابلة. فلتنوير الرأي العام أكيد أنه الإعادة، وكنتمنى أنها تكون ثقيلة. شاهدوا معايا تمريرة مشات بهذه الطريقة هذه بهدوء، الحارس ما كمل الكرة ديالو في الولاء، ولا هنا النزول ديالها هنا في الخط نشاهدوا بهذه الطريقة. بعد ذلك غيمشي الحارس وغيلتقط الكرة، هنا الحكم
كيقول بانه هدف، ولو انه من هنا في هذه الاعاده من الصعب الحكم نهائيا من هذه الزاويه هذه. انا بانت على انها في الخط، لان يعني الاعاده اللي وضحت بشكل كثير. نرجعوا للمباشر، فهناك احتجاجات على الطاقم التحكيمي، واللقطه ديال الاعاده ربما واضحه لانه الجمهور كريم اللي تابع معنا الاعاده فكانت واضحه بشكل جيد على انها ارتطمت بالخط. القرار الاول والاخير غيبقى للحكم. بالفيديو بالاعاده ديال الزملاء ما كانش هدف. بالفعل الحكم يعني اعتقد انه بالفعل كيتراجع على القرار، كتبقى النتيجه 1-0. قرار حكيم ديال حكم المباراه، لانه بالعين المجرده كان كيظهر على انه سريع اللقطه، ولكن بعد ذلك كيتراجع الحكم وكيقول بانه فعلا هدف غير صحيح، لان الكره ضربت الخط وبعد ذلك يتمكن منها على المسكين. طبعا شاهدنا الطريقه، شاهدوا هذه الزاويه اخرى. هنا الحارس كيتمكن من الكره، بعد ذلك تنزل في الارضيه، ولو انها من الصعب ايضا نجزموا واش داخله او لا خارجه. فالحكم يعني بعد المشاورات ديالو مع الحكم المساعد كتبقى له دائما السلطه التقريريه. اعتقد انه كان حكيما، لانه اللقطه بالفيديو بينات على انه ولو انه صعيب نحكموا 100%. كره من جديد لصالح فريق النادي القنيطري. ممكن انه اللقطه هذه تخلي الجمهور او اللاعبين فريق النادي القنيطري يكونوا اكثر يعني محفزين باش انهم يخرجوا كل ما عندهم في هذه المقابله. كرة من جديد لصالح عناصر فريق اتحاد طنجة، ملعوبة لصالح فريق النادي القنيطري. تحذير الآن، شاهدونا الجماهير، تشجيع حضاري هكذا من جماهير مدينة طنجة، يعني بهكذا صورة معبرة يساندون. والنادي القنيطري يعني مر باختبار عسير صراحة، لأن الكرة جات في واحد الوقت مباغت وسريعة. كرة لصالح فريق اتحاد طنجة. تلعبت او غتلعب الكرة من جديد لصالح فريق اتحاد طنجة. تحضير من بكر الهلالي بالراس. اكيد انه اللقطه الماضيه غادي يكون فيها تجاذب وحديث بين العديد من الجماهير خاصه المقاهي والبيوت، لانه اللقطه كان بامكانها ان تكون مؤثره في المباراه لقتل اللقاء من جانب فريق اتحاد طنجة. وايضا الواضح على انه فريق النادي القنيطري الان يصبو للعوده في هذه المباراه، وهذه غتخليهم ياخذوا حافز معنوي. كرة ملعوبة، برواس، ميناوي، سويل، دينامو، رأسياته غالبا ما كتشكل خطورة. ملعوبة الكرة الجهة اليسرى، محاولة من جانب فريق النادي القنيطري، فرصة 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 فرصة، ولكن هنالك تغطية. غادي نتابعوا فرصة من جديد، تحضير من جانب فريق اتحاد طنجة. خطأ كيقول الحكم. طبعا دائما مشاهدينا الكرام كنتابع معكم تفاصيل هذه المقابله اللي وصلت اللحظات الاخيره، 2 دقائق على نهايه الوقت القانوني لهذه المباراه. مقابله يمكن نقول بانه ممتعه مثيره شيقه بين الطرفين. تحضير الان من جانب فريق النادي القنيطري برواس. اللحظات الاخيره اظن ان فريق النادي القنيطري بهذه الطريقه اللي كيحاول ما امكن انه يهجم بها في هذه اللحظات ممكن انه يخلق المفاجاه. اذا بقى فريق اتحاد طنجة بهذا الاسلوب ديال اللعب ربما تلقى شباك هدف. هنا تحضير من جانب فريق اتحاد طنجة.
كرة رجعت من جديد. بكر الهلالي، بدر كشاني هلالي محاولة، إمكانية المرور، كرة طنجاوية، فرصة ممتازة، تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن بعيدة على أحمد حمودان إلى خارج رقعة الملعب. إذا يمكن نقول بأنه كرة ملعوبة الآن، شات أمامية، تحضير من جانب عناصر فريق طبعا النادي القنيطري. كاين خطأ كيقول الحكم. الهدف اللي شاهدنا منذ لحظات يعني يمكن نقول من الاهداف اللي سبق للدوري الوطني المغربي ايضا ان صادف مثل هذا الهدف. اعتقد انه مقابله ديال حسن تقادير وفتح الرياضي الرباطي في سنوات خلت يعني كان الحكم انذاك بوشعيب الحرش، وكان اعلان على مشروعيه الهدف، وبعد ذلك يعني تم اعاده النتيجه كما كانت اي دون احتساب الهدف. ضربة خطأ لصالح عناصر فريق النادي القنيطري. بورواس ولجي من اللحظات المهمة عمر هذه المواجهة. انتهاء الوقت القانوني مشاهدينا الكرام. الولجي بورواس اغلب الظن بورواس. الولجي السعيد بورواس بالفعل تصويبه، الحارس ما كان مناسب، تصويبه ممتازه والحارس ما كان مناسب. معروف على بورواس التصويب من هذه المناطق، شادو بشكل جميل ودائريه كان بامكانها تحمل جديد. شادونا تدخل ديال الحارس، اصطدام ديالو مع الترابي. نتابعونا اللقطة اللي أثارت الجدل ونوقفوا الكرة أكيد بعد نزولها على الأرض. هنا نزلت، فالقانون كيقول دخول الكرة كاملة كيف كنتابعوا يعني، وبالتالي فقرر أعتقد بأنه صائب للحكم المقابلة اليوم محمد العلام اللي خرج من هذا الاختبار، اختبار كبير جدا. ممكن نقول بانه اغلبيه الحكام حتى الحكم المساعد فكان عنده الشجاعه ديال انه يعلن على انه الكره الماضيه كانت اعتقد انه ما دخلاتش. فممكن نقول بانه حتى الحديث ديال التريو التحكيمي او الثلاثي التحكيمي هو اللي خلى القرار انه يتم الغاء مشروعيه الهدف بعد ما كان الحكم اعلن على هدف لصالح فريق اتحاد طنجة. الشرادي يسعد الدخول، الشرادي يسعد الدخول. غادي نتابعوا مكان من عدنان نبيل الشرادي يدخل مكان بكر الهلالي. طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا للحظات الاخيره من عمر هذه المواجهه. يمكن نقول بانه الوقت القانوني انتهى الان، فقط وقت بدل ضائع. تابعوا هذه المحاوله، فرصه من جانب عناصر فريق اتحاد طنجة. يوسف سيكور تحضير الان، رجعت الكره لعناصر فريق النادي القنيطري. المحاولات الأخيرة يمكنها تحمل جديد، راسية كرة طنجاوية، وفي هذه اللحظات يعلن الحكم هذه مقابلة
بانتصار فريق اتحاد طنجة على حساب فريق النادي القنيطري بهدف واحد مقابل لا شيء. وبالتالي يمكن نقول بانه هدف ديال فريق اتحاد طنجة عطى 3 ديال النقاط وهو اللي كان مطلوب من جانب الفريق الطنجاوي. الشكر موصول لكم الزملاء على هذا النقل التلفزيوني.